السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي، ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا وسهلا بيكم في قناة ابداعات فرح. كل عام وانتم بخير. احنا كده النهارده ان شاء الله بنبدأ كده، مش بنبدأ، احنا خلاص بقى قربنا نخلص يعني تفريزات رمضان. زي ما حضراتكم عارفين الفيديوهين اللي قبل دول انا عملت فيهم انواع العصير، وعملت فيهم صلصة الطماطم، عملنا بكميات كبيرة تقعد معاكي عام كامل ان شاء الله. لو انت جربت الطريقة بتاعت فرح هتعجبك جدا جدا، وان شاء الله ان شاء الله يا رب النهارده تستفادي بالفيديو بتاعي. ما حبيتش اجيب لك طبعا الخضار والفاكهه قبل ما انضفها واعملها، مش عاوزه اخد من وقت كتير، عاوزين نعمل فيديو بسيط بس يا رب كده تستفادي معايا بمعلومه حتى لو بسيطه. اول حاجه، في ناس كتير جدا بتحط سكر وحاجات قد كده على الفراوله. لا، انا ان شاء الله الفراوله بتاعتي هقطعها كده طرنشات حلقات كده، وممكن اقطعها الفراوله على 2 وهفرزها بنفس الطريقه زي ما حضراتكم شايفين. انا غسلتها وخلتها زي الفل، وعلى كده هشيلها في الكياس في الديفريزر بالشكل ده، مش هعمل فيها اي حاجه اكتر من كده. اما هنا بقى معانا المخللات بتاعه رمضان. لازم كل سنه فرح بتنزل معاكم بالمخللات بتاعه رمضان، بس السنه دي طبعا اللفت موجود في السوق، فجبنا حبه لفت وجزر وفلفل. تقدري تجيبي قرنبيط، تقدري تحطي اي حاجه انت بتحبيها. انا هنا عملت جزر والفلفل واللفت. حابه هعمل خيار، بس هعمل الخيار ان شاء الله في فيديو تاني، لاني حابه اعمل الخيار في برطمانات خاصه بيها. الخيار ما بياخدش سوا زي الجزر والفلفل، لان الفلفل ده مش مسلوق، الفلفل ده بياخد طبعا سوا واللفت. فطبعا هنشوف هنخللهم ازاي دلوقتي. سيبنا كده من المخلل ده، هنشوف ان شاء الله الحقيقه بتاعه هيبقى ازاي، وازاي تظبطيه، وازاي يقعد معاكي فتره طويله من غير ما يحصل له اي تعفنات ولا اي حاجه. تاني حاجة، احنا جايبين السبانخ. ما شاء الله على السبانخ اليومين دول حلوة جدا جدا. السبانخ بتاعتي تقدري تفرزيها بطريقتين. الطريقة بتاعتي اللي انا ناوي افرز بيها السبانخ النهاردة، بتتغسل كويس جدا جدا، وبحط في اخر شطفة في السبانخ بحط لها ميه وخل وبتتغسل كويس جدا جدا، وبسيبها بتصفي، وبعدين بقطعها بالشكل ده. تقدري تفرزيها بطريقتين، تحطها في الكيس بالطريقه دي زي ما انت حضرتك شايفاها كده، والطريقه التانيه تحط معلقه سمنه في الحله كده وتديها تدبلي السبانخ بتاعتك. دي طريقه تانيه تقدري تحفظي بيها السبانخ، وتقدري تحطيها بالشكل ده. انا بخليها بالشكل ده، بس حاطه طبعا الشبت والكزبره الخضراء معايا في السبانخ، لان احنا طبعا عارفين السبانخ بتعشق الكزبره الخضراء والشبت في الطبيخ بتاعها، بتبقى روعه وريحتها حلوه جدا جدا. وجايبين البسله ما شاء الله تبارك الله، جايبين البسله وفرزناها وفصصناها وحطينا عليها الجزر بالشكل اللي حضراتكم شايفينه كده. وده طبعا البسله في ناس تحطها على البخار، انا من الناس بحب احط الخضار بتاعي في الفريزر بالشكل ده. يعني البسله انا مش بحطها على النار خالص، وطبعا السبانخ نفس القصه. وهنا معانا جايبين اللي هنعمل هريسه الشطه. هريسه الشطه حبايبي دي انا حاطه فيها فلفل نوعين، الفلفل الحار والفلفل الاحمر البارد، عشان ما تبقاش سبايسي قوي كده، عاوزاها تبقى وسط. بتبقى طريقتها حلوه جدا جدا. انا عامله قبل كده فيديو خاص لهريسه الشطه، اللي هي تحطها في باب التلاجة هتقعد سنه معاكي بالطريقه المطبوخه، حلوه جدا جدا وبتقعد معاكي فتره طويله جدا. بس انا النهارده ما جايباش كتير، يا دوبك جايبه كده زي كيلو وي، فهعملهم بطريقه اسهل من كده، اسهل من الطريقه اللي انا عملتها قبل كده. يا دوب هحط معلقتين الملح وحبه زيت، وعلى طول احطها في الكيس، احطها في الفريزر، لان دي مش محطها على النار. اللي بتتحط على النار هي اللي بتحفظيها في باب التلاجة، لكن دي تتحط في الدي فريزر. زي ما حضراتكم شايفين احنا كده معانا الهريسه. احط لها كده معلقتين من الملح، معلقتين كبار من الملح، واحط لها كده قد فنجان زيت، مش اكتر من كده. والطريقه بتحفظيها بالطريقه دي بتقعد معاكي يعني بصي على قد ما تقولي سنه، اكتر من سنه في الدي فريزر بتبقى زي الفل. الطريقه دي اللي بتبقى في الفريزر، لكن في طريقه تحطها في برطمانات تشيليها في باب التلاجة. تقدري تخشي في السيرش تكتبي قناه ابداعات فرح، ان شاء الله ان شاء الله تقدري تشوفيها تعملي ايه. انا هنا معايا برطمان، ده برطمان انا كده غسلاه، هنزل فيه الهريسه وهشيلها في الفريزر كل ما احتاج منها. وكده خلاص يا حبايبي، كده خلاص يا حبايبي، زي ما حضراتكم شايفين لمينا كده السبانخ بتاعتنا
والبسله حطيناها في الكيس، كيس التلاجة العاديه خالص اللي احنا بنجيبوها كده بالكيلو. ودي الهريسه، وكده الفراوله. شايفين الهريسه محطوطه في البرطمان، البرطمان ده يقعد معايا فتره طويله جدا. يلا بينا نشوف هنعمل المخلل بتاعنا ازاي. زي ما حضراتكم شايفين انا هنا معايا الميه بتاعتي مغليه وسبتها تبرد خالص. هحط لها كده زي نص كوبايه من الخل، كده نص كوبايه من الخل. وهنضيف البدايه كده كيس من ابو 2 جنيه من الملح. حبه هريسه كده اللي لسه عاملينها، ريحتها حكايه ما شاء الله تبارك الله. شايفين كده الميه بتاعت المخلل بتاعنا ما شاء الله عليها جميله جدا جدا. هقلب كده اشوف الحقيقه بتاعها اظبطه. محتاجه حبه من الخل وحبه من الملح برضو تاني. كده خلاص احنا كده هنحط ايه، الملح لسه ما ظبطش معايا. هحط كمان نص كيس من الملح، هندوبه كويس جدا جدا جدا. وعلى طول شايفين المخلل بتاعي كده معايا في البرطمان، شايفين شكله كده في البرطمان ما شاء الله شهي جدا. هضيف الميه بتاعته دي هغطيه ان شاء الله. وكده خلصنا اليوم بتاعنا. الفراوله بتاعتي فرزناها والسبانخ، ومعانا البسله والهريسه الشطه ما شاء الله عليها جميله جدا جدا. تقعد معاكي فتره طويله جدا في الفريزر. انزلي كده وتجيبي لك شويه خضار كده. وكل ماما كانت تقول لي كل دار وليه مقدار، كل واحده بقى تجيب على قد بيتها وبتمشيه ازاي. كل عام وانتم بخير، تعالى عليكم باليوم والبركه يا رب. رمضان ان شاء الله كده على الابواب. ان شاء الله اشوفكم في حفظ الله مع فيديوهات جميله جدا جدا. يا ريت تشجعونا، اعملوا لايك وشير واشتراك في القناه. واللي اول مره يشوف قناه ابداعات فرح يا تشجعني ويعمل اشتراك. واسيبكم في حفظ الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.